السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا شباب؟ معاكم تريو كودر بروجرامينج جود سكول في فيديو جديد. احنا ده ان شاء الله الفيديو الخامس معانا في الكورس. ده فيديو خفيف ظريف لطيف هيعرفك حاجة بس بسيطة جدا في البداية، ممكن ما هيبقاش حد من البروجرامرز المشهورين على اليوتيوب بيشرحها دايما في البداية، تلاقيه بيستخدمها على طول وانت مش فاهم بيستخدمها ليه وعشان ايه وهنستفاد منها ايه اصلا. بص يا معلم، هنشرح حاجة النهاردة، حاجة اسمها الهاي ليفل ستيتمنت في كتابة الكود. ادي هاي ليفل ستيتمنت، جميل، في كتابة الكود. طب ايه هاي الهاي ليفل ستيتمنت دي؟ بص يا باشا، انت دلوقتي شايف الكود قدامك مكتوب ازاي. انت اول لما بتفتح الاي دي اي بتاعك الفيجوال ستوديو وتدخل على يا باشا على البروجكت بتاعك على السوليوشن، بعد كده بتختار بروجكت، تلاقي بتعمل بروجكت جديد، تلاقي حاجه اسمها نيم سبيس، حاجه اسمها انترنال كلاس، حاجه اسمها ستاتيك فويد، تلاقيه اصلا كاتب لك حاجات قبل ما انت تكتب حاجه. طب ايه الحاجات دي؟ بص، اولا انا هديك هنتات للحاجات دي، بس الحاجات دي هتبقى مشروحه بالتفصيل الممل جوه الكورس، مش جوه الكورس يعني جوه شويه بقى لما نتعمق شويه. ده كله لسه بشرح لك بس اللي هو عارف انت اللي هو ايه، وش الشاي بلبن. عارف انت حته القشطه اللي بتبقى على الشاي بلبن دي؟ هو الوش ده اللي انت بتشيله، بس لا مهم طعمه بيبقى كده مسكر عشان تدخل بقى جوه تلاقي السكر كله. جميل. النيم سبيس ده يا باشا، دي حاجه اسمها، دي زي فانكشن كده، حلو، بتحط فيها بس اسم البروجكت بتاعك. يعني انت لو جيت اصلا اسم البروجكت هتلاقيه اصلا ايه، بص اهو، اهو يا عمي، لا فكك كده انت مش هشرحه دلوقتي. اهو بص، كونسول اب 1، كونسول اب 1، بس ده دي كل معمولة النيم سبيس، والنيم سبيس بيبقى جواها الكلاس والميثود. هفهمك يعني ايه الكلاس. الكلاس دي فانكشن، حلو، الكلاس دي فانكشن انت بتستهدفها، بتكتب فيها ميثودز، وهشرح لك يعني ايه انترنال. البروجرام دي اسم الكلاس، حلو. الانترنال دي هشرحها لك جوه بالتفصيل. الستاتيك فويد، الستاتيك فويد دي ميثود، يعني اهو بص اهو ده لغايه اهو كلاس، ودي حاجه اسمها ميثود اهو، عشان تبقى ايه، ميثود بس مش ميثود عشان هي ميثود واحده. حلو حلو. طب انت يا باشا محتاج الكلام ده كله ان انت تكتب الكود؟ تعالى بص، هنعمل ران كده. هو مكتوب هو ايه اصلا، كاتب لك هالو وورد. هنعمل ران كده، ها، مش ده مش ده، اه ماشي اهو. تعالى نعمل رن. الله، كتب لك هالو وورلد اهو. امال ايه بقى؟ امال في ايه؟ يعني هو عادي طلع الاوتبوت هالو وورلد عادي. طب ما تيجي نمسح الحاجات دي كلها. يا نهار ابيض، ايه ده؟ ايه السواد ده؟ ايه اللي انا عملته ده؟ طبعا دلوقتي هيطلع حد يقول لك انت بوظت الكونسول، ايه بس بوظت واجهة الاي دي اي؟ يا عم ولا بوظت ولا حاجة. هتكتب يا باشا الاوردرز بتاعتك ايه يا عم، ادي الكونسول دوت رايت لاين بتاعتك الجميلة. استنى يا عم اهو، ظبطت الكونسول دوت رايت لاين بتاعتك الحلوة، كتبت السنتكس بتاعك الجميل. تعالى بقى نكتب ايه، ادي هالو وورلد اهو. ما تيجي نعمل رن. الله، طلع لي هالو وورلد برضه اهي، لا اله الا الله. امال يا جماعة، دي حاجة محدش بيشرحها. انت ممكن تكتب الكود كده والواجهه تبقى نظيفه وحلوه، بدل العك النيم سبيس والكلاس انت مش محتاجه. دي حاجه اسمها التوب هاي ليفل ستيتمنت، حاجه اسمها التوب هاي ليفل ستيتمنت، ما نستخدمها. انت ليه كمبتدئ ما تستخدمهاش؟ محدش بيشرحها، بس انت ليه كمبتدئ ما تستخدمهاش؟ انت لازم تستخدمها. تعالوا نعمل حاجه حلوه كده، حاجه بسيطه، حاجه بسيطه قوي يعني. تعالى يا معلم، هعمل حاجه انت ممكن ما تفهمهاش، بس هي حاجه بسيطه جدا، حاجه بسيطه جدا 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 جدا. ماشي، نعمل لك حاجه ايه، حاجة حلوة كده. بص يا معلم، هنكتب console دوت background color، جاي لك بص، جاي لك بص، اقول له console color دوت، تعالى نعمله ايه، تعالى نعمله ايه، تعالى نعمله جراي. حلو.
حلو. وبعد كده نعمل كونسول دوت، لا تعالى نعمل كونسول ايه بقى، فور جراوند كلر. حلو اهو كونسول كلر دوت ريد مثلا يا عم، ولا هزعلك يا عم اهو يا عم. ونيجي نطبع ايه، تعالى نطبع مثلا تريو كودرز لافرز. جميل، تعالى كده نطبع ونشوف ايه الاوتبوت اللي هيطلع لنا. تعالى نكبر الكونسول. ايه ده، ايه ده، غير الخلفيه جراي، عامل الالوان حمرا. بص لما تيجي اصلا تعلم تلاقي الالوان بقت خضرا والخلفيه بقت جراي غامق. ايه اللي انت عملته ده يعني؟ دي حاجه بسيطه كده، تطبيق بسيط تشجعك ان انت ممكن تعمل اي حاجه بالبرمجه. اللي انت عايزه، برمجه هي ابداع، تعمل اللي انت عايزه. شد عزامك وشد لحافك، ما تشدش لحافك اوعى تنام يخرب بيتك. تعالى شد كل حاجه في حياتك ممكن تعمل لك موتيفيشن، ممكن تعمل لك اي حاجه تخلي بص الادرينالين في السماء. وادخل يا باشا في الكورس، ادخل بدماغك، ادخل بدماغك. انا حرفيا عايزك تدخل بدماغك بس، انا مش عايز اي حاجه غير عقلك، عقلك وصوابعك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مش عايز اي حاجه تاني. دي حاجه بسيطه بس اعرفك، يعني انت ممكن تعمل حاجات كتير قوي بالبرمجه، ممكن تعمل ابداعات كتير بالبرمجه. وادي اهو حاجه ما بص ما دقيقه غيرت الوان ومش عارف ايه، لعبت في الحياه، لعبت بدماغي. انت فاهم؟ بس ده كان كده فيديو خفيف بس يعرفك ايه الدنيا، وبرضه يفهمك يعني ايه هي ليه بنستخدم الهاي توب ليفل ستيتمنت في كتابه الكود. هتبقى احسن. بص شكل الكود عامل ازاي، كلين كود شكله مرتب. تمام تمام. ده كان فيديو معانا النهارده، كان معاكم تريو كود بروجرامينج ويب سكول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نشوفكم في فيديو جديد واستنونا الحلقه القادمه.